افضل 5 حسابات استثماريه بعائد شهري، وقرار عاجل من البنك المركزي المصري بيشمل بنوك مصر في كل المحافظات. سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايب لك اخبار كويسه جدا جدا لحسابات البنكيه. كنا اتكلمنا في الفيديو السابق على افضل 5 بنوك مصريه بتعمل عائد استثماري سنوي لحسابات التوفير. النهارده انا جايب لك برضو افضل 5 حسابات بنكيه لاقوى 5 بنوك في سباق النهارده، حسابات استثماريه توفير بعائد شهري، يعني العائد هينزل كل شهر. مش بس كده، كمان انا جايب لك النهارده قرار مهم جدا اصدره البنك المركزي المصري. كان القرار ده كان نزل بشكل مؤقت في سنة 2024، لكن في 2025 اتفعل بالفعل. عاوز تعرف؟ تعالى وانا اقول لك. انا رامي غازي وده اقتصاد 360. لو اول مره بتشوفني ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. تعالوا بينا. عشان طبعا ما اطولش عليكم زي الفيديوهات السابقه في اخبار الاقتصاديه المصريه، انا هختصر الفيديو ده في جزئين 2 بس. الجزء الاول هنتكلم على اقوى 5 حسابات استثماريه بعائد شهري، والجزء الثاني هقول لك ايه اللي تم من خلال البنك المركزي المصري والقرار اللي اصدره وتنفذ بالفعل ل 36 بنك في مصر. تعالوا بينا. لما نيجي بقى نتكلم على ماراثون النهارده في سباق الحسابات الاستثماريه، حسابات التوفير بعائد شهري، هنلاقي ان الفائز الاول معانا وهو حساب الغني بلس من مصرف ابو ظبي الاسلامي، والحساب ده اسلامي. هنلاقي ان هنا سعر العائد بيصل ل 25% سنويا، بس العائد بيصرف شهريا. والحد الادنى لفتح الحساب ده 250 الف جنيه، والحد الادنى لاحتساب العائد برضه 250 الف جنيه. وشرايح صرف العائد من اول 250 الف جنيه ولحد 500 الف جنيه تاخد 14%، ومن 500 الف جنيه وحتى مليون جنيه هتاخد 16%، ومن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه هتاخد 18%، ومن 2 مليون ولحد 5 مليون هتاخد 20%، ومن 5 مليون ولحد 10 مليون هتاخد 22%، ومن 10 مليون واكتر ربنا يرزقنا ويرزقكم هتاخد 25%. اما الحساب رقم 2 معانا والبنك رقم 2 معانا وهو بنك القاهرة من حساب ميجا توفير، هنلاقي ان هنا سعر العائد بيصل ل 24% سنويا، بس دورية الصرف شهري. والحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 3000 جنيه، والحد الادنى لاحتساب العائد من اول 50 الف جنيه. اما شرايح صرف العائد من اول 50 الف جنيه ولحد مليون جنيه هتاخد 17%، ومن مليون ولحد 10 مليون تاخد 19%، ومن 10 مليون ولحد 20 مليون هتاخد 22%، ومن 20 مليون وحتى ما شاء الله ربنا يرزقنا ويرزقكم هتاخد 24%. اما الحساب رقم 3 معانا وهو حساب المصرف المتحد واسمه حساب توفير الصفوة، وسعر العائد هنا بيصل ل 24% سنويا، ودورية الصرف شهري. اما الحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 500 الف جنيه، والحد الادنى برضه لاحتساب العائد من اول 500 الف جنيه. طب انت هتقول لي هنا طيب انت ليه ما اتكلمتش عن شرايح؟ لان هو هنا مش عارض شرايح، هو هيديك ال 24% من بعد ال 500 الف جنيه. والحساب رقم 4 معانا وهو حساب توفير الكنز من بنك الكويت الوطني، وسعر العائد هنا بيصل ل 24% سنويا، ودورية الصرف شهري. اما الحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 5000 جنيه، لكن اول احتساب العائد من اول 250 الف جنيه، وبرضه هنا مش عارض شرايح. اما الحساب رقم 5 معانا وبرضه اللي بيتميز بيه البنك الاهلي الكويتي وهو اسمه حساب توفير من البنك الاهلي الكويتي، هنلاقي هنا ان سعر العائد بيصل ل 24%، ودورية الصرف شهري. اما الحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 5000 جنيه، الحد الادنى لاحتساب العائد برضه من اول 5000 جنيه، لكن البنك الاهلي الكويتي هنا مش مأعلن. حتى برضه لما جينا نكلمناه في خدمه العملاء بيقول لك والله لازم تتوجه للفرع. الحساب ده
غامض شويه، لكن يعتبر هو اعلى حساب توفير بعائد شهري في البنوك المصريه. طيب ايه هو بقى قرار البنك المركزي المصري؟ بص يا سيدي، دلوقتي كل مواطن عندنا كان بيفتح حساب بنكي، سواء كان حساب جاري او حساب توفير او اي نوع حساب، كان البنك بيصدر له بطاقه خصم مباشر لكل حساب. فاصبح دلوقتي في خيله كده في موضوع البطاقات البنكيه، لان انت عندك البطاقات البنكيه دلوقتي ما هي الا عرضه لاكتر الاختراقات اللي احنا بنشوفها في الايام اللي احنا فيها. وكل بطاقه يوزر نيم وباسورد CVS اللي هو في ظهر البطاقه، فموضوع كبير وليله كبيره. فالبنك حاول يحجم الموضوع ده، يعني هيدمج الحساب الجاري مع حساب التوفير ببطاقه خصم مباشر واحده. الكلام ده على مين؟ على كل المواطنين. تعال شوف كده القرار وبقيه القرار، وهل القرار ده هيشمل البنوك كلها ولا لا؟ بيقول لك هنا ما هو قرار البنك المركزي المصري. القرار ده اللي صدر مؤخرا يخص بطاقات الخصم المباشر من حيث البنك المركزي المصري، والغاء اصدار هذه البطاقات الخاصه بالحسابات الثانويه للعملاء في نفس البنك. يعني برضه هيشمل في نفس البنك مش بنك تاني كان في السباق. ويمكن للعملاء في البنوك المصريه الحصول على بطاقه خصم مباشر لكل حساب مصرفي، ده قبل كده. انما وفقا للقرار الجديد اللي اصدره البنك المركزي المصري، سيتم اصدار بطاقه خصم مباشر واحده فقط لكل عميل. انت بقى معاك حساب جاري، حساب توفير، حساب استثماري، صندوق استثماري، اي نوع حساب في البنك اللي انت متعاقد معاه هيصدر لك بطاقه خصم مباشر واحده فقط، ولن يسمح باصدار اي بطاقات اخرى ثانويه. طيب ما هي بقى البطاقات الخصم المباشر؟ بطاقات الخصم المباشر دي البطاقات المصرفيه اللي بتستخدم في الحسابات الجاريه، حسابات توفير، عبر اجهزه الصراف الالي او الدفع الالكتروني لو انت بتدفع بيها عن طريق انترنت. وكل البطاقات ولا تتيح للعملاء اقتراض اموال من البنك، بل تقتصر على استخدام الاموال الموجوده في الحسابات المرتبطه. يعني البطاقه دي هتبقى خاصه بحسابات اللي انت شغال عليها وبتعمل بيها سحب وبايداع. لكن القرار ده لا يشمل، وركز، لا يشمل بطاقات الائتمان اللي هي بطاقه المشتريات. بسبب بقى يعني ايه هو سبب اصدار القرار ده؟ قال لك القرار ده سببه استجابه من البنك المركزي المصري لتنظيم العمليات المصرفيه اللي بتعزز الامن المصرفي. خلي بالك، بتعزز الامن المصرفي، لانهم واجهوا عمليات اختراق كتيره من كتر البطاقات الموجوده، وان هو بيحاول ان هو يبسط الاجراءات للمواطنين علشان الدنيا ما يكونش عليها شكل مفرط ومرتبط بحسابات متعدده. اما بقى تاثير القرار على العملاء، بيقول لك بيؤثر هذا القرار على العملاء الذين يمتلكون على حسابات متعدده في نفس البنك. يعني انت مثلا لو انت معاك بنك مصر والبنك الاهلي، فانت هيطلع لك بطاقه هنا خصم مباشر في بنك مصر، وبطاقه واحده بس خصم مباشر في البنك الاهلي. انما لو ليك بطاقه اكتر من بطاقه في بنك واحد، لا، هي هتبقى بطاقه واحده فقط. وبالتالي فان قرار البنك المركزي المصري بيساهم في تقليل عدد البطاقات المصدره لكل عميل، مما يجعل عمليه التتبع والمراقبه للحسابات دي او المراقبه لحسابات البطاقات دي تبقى بطريقه امنه وميسره. ليه؟ لان طبعا في، يعني انا مثلا كمستخدم لبنك مصر، لما لقى في عمليات كتيره بتتم على الدفع الاونلاين، فهو وقف البطاقه. قال لك والله في دي بقى اداره الامن والمخاطر في بنك مصر وقفت الدنيا، قالت لك لا، لازم العميل هو اللي يرجع لنا نشوف بقى هل حد مستخدم البطاقه دي من وراه ولا ايه الدنيا. ودي حاجه كويسه جدا من البنوك حاليا. خلاصه القول في الموضوع ده ان قرار البنك المركزي المصري بيعد خطوه هامه في تنظيم القطاع المصرفي في مصر، وبيهدف الى تسهيل عمليه السحب والايداع عبر بطاقات الخصم المباشر من خلال تقليل عدد البطاقات المصدره. بس خلي بالك، الحركه دي انا من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه هي خطوه مهمه جدا من البنك المركزي المصري، لان الاغلب الايام اللي فاتت حصلت كميه اختراقات على البطاقات، وممكن يعني بطاقه تكون ضاعت من واحد والتاني يستخدمها كده ما يحصلش اختراق. ليه؟ لانها ضاعت منه، فهو مش مطلوب منك غير الرقم ال 14 رقم اللي في وش البطاقه والرقم الثلاث ارقام اللي في ظهر البطاقه، وشكرا مع السلامه. يقدر يستخدمها كانه هو الشخص. ليه؟ لان هو معاه اكتر من بطاقه، فبطاقه ما تضيع في ناس ما تاخدش بالها. وبس كده. وبكده اكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى انك تدعمني لايك، سبسكرايب، وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى عصري. سلام.